السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نعمل مع بعض احلى بدي فول ناعم جدا ودايب. هنعمله بكيس الحلواني من غير المكنه ان شاء الله، وهيطلع خرافه. اول حاجه لازم يكون معانا الميزان علشان يطلع معاكي بدي فول ناجح. لازم الميزان معانا. اول حاجه انا معايا هنا 625 جرام من الدقيق. معايا كده 200 جرام من السكر البودر، لازم يكون بودر ناعم كده، و200 جرام نشا. يبقى 200 جرام نشا و200 جرام سكر. ومعايا هنا 500 جرام زبدة، يعني نص كيلو، يعني نص القالب كده. بس اهم حاجة لازم الميزان معاكي عشان توزني عليه 500 جرام. وكمان معايا 5 صفار بيض. انا عملت اربع صفار بيض وواحدة بيضة كاملة. عايزة تحطي الخمسة الصفار بس حطي، حابة تحطي 4 صفار وواحدة بيضة كاملة علشان ميبقاش دايب قوي ويتكسر منك. ورشة ملح صغيرة خالص وحبة فانيليا. ومعايا كده 5 معالق لبن. انا وزنه كل الكلام ده كله، بس الزبدة قلت اوزنها قدامكم كده عشان انا هعمل قالب زبدة. هعمله ايه بقى؟ نص القالب ابيض، وهعمل نص التاني شوكولاتة. دي مقادير 625 جرام من الدقيق. حابة تعملي كيلو وربع كده دقيق، تعملي القالب زبدة كله. تشوفي المقادير وتضعفي ايه بقى الكمية. انا هوزن كده 500 جرام، يعني نص القالب كده، وهو نص القالب بيعتبر ان شاء الله هي ايه 500 جرام من الزبدة معانا. اهم حاجة اوزني بالجرام، يعني لو جه 500 جرام و3 جرام، لا شيلي 3 جرام وشيلي، حتى لو جرام زيادة شيليه علشان الوصفة التانية ما تبوظش. لازم يا جماعة البيدي فور بالجرام، لو زودت حاجة او قللت حاجة بتبوظ معانا البيدي فور. اهم حاجة الزبدة بتاعتي تكون سايباها كده من بالليل او سايباها طول النهار، يعني في المطبخ كده، مش عايزينها ساقعة ولا متلجة، بتبقى طرية خالص. واوعي كمان اوعي تسيحيها، لا سيبيها تهدى براحتها. والبيض بتاعنا برضو انا حطيت كده ايه الزبدة معانا اهي في قلب حاجة غويطة كده عشان اعرف اضرب فيها براحتي. وحطيت السكر البودر عليها اللي هي 200 جرام السكر. لازم السكر يكون بودر. اطحنيه في البيت، ما تشتروش من بره علشان يبقى مغشوش. وطحنيه وصفيه حلو من لو في اي حاجه. انخليه قبل ما تعملي اي حاجه، انخلي الدقيق وانخلي السكر والنشا وانخلي كل حاجه علشان البيديفور ما تبوظش منك. البيديفور يا جماعه حساس قوي قوي، لو زودتي او نقصتي بيبوظ منك. وان شاء الله برضه هعرفكم لو انتوا حابين تعملوا بالكوبايه، هعرفكم كل حاجه، بس لازم يا جماعه بالجرام عشان يطلع معاكي ناجح. اهم حاجه اضربي السكر مع الزبده حلو، يبقى عامل زي الكريمه كده ويفتح منك كده زي الابيض كده، يبقى لونه ابيض كده بيبقى حلو كده وزي الكريمه، اكنك بتعملي الكريم شانتيه كده، بيبقى زيه كده ماسك. فهدني اضرب فيه لحد ما اشوف القوام يبقى حلو كده معايا. خلاص هضيف بقى ايه بقى صفار البيض بتاعنا، بس واحده واحده بالتدريج، يعني واحده واحده، بيضه بيضه كده ايه حطيها. وبعد كده احط حبه فانيليا. انا لقيت الفانيليا كده ايه عايزه حبه كمان حطيتهم، ما تكتريش فانيليا. هدني كده ايدي مستمره. وبعد كده احط رشه الملح وحط صفار بيض لحد ما تلاقي اختفت كده البيض اللي احنا حطيناه. حط ايه بيضه بيضه، ما تدلقيش البيض مره واحده، لا واحده واحده. احنا ما ورناش اي حاجه علشان يطلع نتيجه معانا كويسه والبيديفور ينجح معانا. ما تستعجليش على ضربه وما تستعجليش عليه، واحده واحده كده ان شاء الله هيطلع حلو وزي وهيبقى زي ايه الدايب كده وزبده خالص. خلاص انا هحط بقى البيضه الكامله، بس انا التليفون فصل مني، حطيتها هو فصل مني في معرفش ازاي، بس انا حطيت البيضه يعني البيضه هي كامله كلها حطيها. بعد كده خلي اللبن اخر حاجة. انا هحط بقى النشا والدقيق وتقلبيه مع بعض. حط بقى النشا كده، اما هيكون جنبك معلقة كده تنزلي اي زبدة كده في الجنب، اي حاجة كده علشان
يتضرب كله مع بعضه. بعد كده بقى تحط الدقيق مع النشا، تقلبيه زي ما قلت لك الاول، وخلي اللبن اخر حاجه. وبعد كده هنحط الدقيق على النشا، وبعدين كده ايه نقلبهم ونحطهم مع الخليط بتاعنا. خلاص حطيت كده ايه الدقيق مع النشا، بعد ما قلبته حطيته كده على الخليط. اديله بس ايه تقليبه كده، تقليبتين كده تقلبيهم، علشان لو شغلنا المضرب كده والدقيق ما دخلش في قلب العجين بتاعنا والزبده، هتلاقي الدقيق ده كله اتنطر وبهدل الدنيا. فاديله تقليبتين كده، وبعد كده شغلي المضرب بتاعك. انا حطيت كده اللبن في الوقت ده، وبعد كده اضربي بمضرب يا دوبك، بس ايه ما تضربيش كتير، لحد بس ما تلاقي الدقيق خلاص اختفى في قلب الزبده، يبقى تمام خلاص، خلص كده معانا. بعد كده بقى ما تضربيه. اهم حاجه انت عملتي اللي هو الابيض اللي هو الفانيليا، تسويه على طول. ما ينفعش ان انا اعمله وهركنه عشان اعمل ابو شوكولاته اللي انا هعمله بعد كده، لا، يبقى خلصي الابيض سويه، وبعد كده اعملي الشوكولاته، وبعد كده برضو تسويه. ما ينفعش ان انا اركن العجينه عشان الزبده بتبوظ منك. فعشان كده بقولك تسوي على طول. انا خلصت كده اللي هو الفانيليا. هبدأ بقى ايه في الشوكولاتة. نفس المقادير اللي احنا قلنا عليها، 625 جرام دقيق. فهنشيل بقى ال25 جرام الدقيق اللي هي مع 625 هنخليهم كاكاو، و200 جرام برضو سكر بودر، و200 جرام نشا، و4 صفار بيض، وواحدة بيضة كاملة. نفس المقادير اللي احنا قلنا عليها قبل كده هي. حبيت تعملي كيلو وربع دقيق وقالب الزبدة ابيض كله اعمليه، بس انا حبيت اعمل نص كده ابيض ونص كده بالشوكولاته. فانا النص التاني اللي هو الزبده اللي احنا سيبناه، احط عليه بقى السكر اهوت، وبعد كده هضربه برضو نفس ما عملنا في الاولاني هنعمله تاني، بس عشان التصوير والوقت فانا هعمله كده وبعد كده هرجع لك. خلاص بعد كده بقى ما ضربت كده الزبده مع السكر، احط بقى الدقيق اهوت مع النشا ومع الكاكاو، وبعد كده احطه بقى على الزبده وهضربه، واحط اللبن زي ما قلنا مع بعض 5 معالق اللبن لازم تحطيهم. بعد كده خلاص انا قلبت كده الدقيق مع الكاكاو، لازم تقلبيه حلو، وبعد كده احطهم على الدقيق زي ما عملنا برضو في الاولاني. هتقلبي الدقيق قبل ما تعملي من المضرب وتحطي اللبن، وبعد كده تديهم يعني المضرب تديله كده تقلبتين برضو علشان ما تعجنيش فيهم. بعد ما خلصت كده الفانيليا اهوت، وبعد ما خلصت برضو الشوكولاته، انا بقى كنت في الوقت دوت اولع الفرن علشان اول ما اخلص اسوي على طول. انا معايا كيس الحلواني اهوت، هعمل فيه البيديفور، هيبقى حلو قوي، ولو عندك المكنه اعملي بيه. انا جبتكم الاشكال ديت اللي عندي اللي هي بتاعه البيديفور، وده مش بتاعه البيديفور، ده بتاع الكريم شانتيه، وده برضه بتاع كريم شانتيه، وده بتاع البسكوت. خلاص حبيت تعمل اشكال اعملي بيه، بس الاحسن هو ده بتاع البيديفور. روح عند اي حد قول انا عايزه القمع بتاع البيدي فور، بيدي شكل حلو قوي، وبيخلي البيدي فور بيزيد معاكي كمان علشان بيبقى صغير بيبقى حلو. اما اي فورمه تانية بتبقى بتخلي البيدي فور كبير مش حلو. فكده انا خلاص عبيت الكيس بتاعنا اهوت، وهشكك اي التشكيله اهي زي ما قلت لكم بالراحه كده. اهم حاجه اضغطي، تحطي كده السن كده على الصينيه، واضغطي كده ضغطه صغيره هتطلع البيدي ايه مرسومه. اي واحده ده مش حلوه كده شيليها، يعني لو طلعت البيديفورايه قبه كده ومش حلوه قوم شايلها عادي واعملي غيرها، وان شاء الله يطلع ايه جميل قوي. فانا كده ده ايه اعمل كده لحد اهو خلاص كل الصواني زي ما قلت لك كده. خلاص انت مولعه الفرن ديت، اول صينيه ما تخلصيها حطيها على طول، بس اهم حاجه عينك عليها علشان البيديفور بياخدش سوا وبيتحمر. اوعي تحمريه قوي، خليه اللون الذهبي. انا جبت كده ايه حته من البني كده من الشوكولاته، قلت اعمل اي شكل كده فادت شكل حلو، بس صراحه ما حبيتهاش، احط شوكولاته احسن. شوفي الشكل اللي انت بتحبيه اعمليه. الشكل بتاع البيديفور دوت هو احسن شكل ممكن تعمليها. ما تعمليش بتاع الكريم شانتيه، مش هيبقى حلو ولا رسمته تبقى حلوه. فهداني كده اخلص كل الكميه. وادي الشوكولاته برضو قلت اعملها معاكم كده برضو، بص نازله ازاي على طول. بس اهم حاجه ايدك على طول زي ما قلت لك، اعملي الابيض خلصيه وسويه على طول، بعد كده اعملي الشوكولاته.
انا عملت الاتنين معاكم كده عشان اوريكم، بس عشان الفيديو، بس فعلا والله وجع ايدي قوي. كل ما العجينه ما بتقعد كل ما العجينه بتنشف، فعشان كده بقولك اللي تخلصيه سويه على طول، وبعد كده نعمل ايه جديد في جديد. يعني هتخلصي الاول ال 625 جرام اللي هي نص الكميه، سويه وبعد كده اعملي تاني. حبيتي تعملي كيلو وربع على بعضه اعمليه، بس لو بتحبي تعملي تشكيله كده ابيض ونص بني يبقى حلو قوي. انا سويت كده صينيه كده، قلت اوريها لكم. ادي اللون اهو، هو يتحمر منك نفس اللون كده تطلعيه. وبرده البني خلي بالك عشان مش لما تيجي تسويه مش بيبقى باين قوي، فلازما تسويه على طول يبقى عينك برضو عليه. خلاص بعد كده ما خلصنا كل الكميه، خلاص كده. ادي الابيض اهوت، وادي برضو البني. انا عندي الصينيه دي واسعه، فتحسي الابيض قليل، لا هم قد بعض ونفس الحجم. الصينيه التانية صغيره. بصي دايب دوب ازاي، والله العظيم دايب دوب. مش عايزه تحطي الصفار البيضه كامله، حطي صفار بس زي ما انا قلتلك انا مش عايزاه دايب خالص، عشان انا عملته قبل كده بصفار بس، يا دوبك على ما بزينه بيبقى بيتكسر خالص، فكده ماسك نفسه حلو في المعقول. فانت حباه بصفار بس اعملي بصفار بس، فبراحتك انت اعملي زي ما انت عايزاه. كده برد معايا وبقى جاهز معايا بقى. انا هزين بقى في الوقت ده. اجهز معانا ايه بقى؟ عندك جوز هند، اعملي. عندك فرماسيه كور كده، عندك اللي هو فرماسيه الالوان. اي حاجه انت حابه تزيني بيها اعملي. عندك عايزه برضو السوداني اعملي بالسوداني، شوفي اللي انت عايزاه اعمليه. وعندي هنا شوكولاته خام، وعند انا هحشي بشوكولاته. لو انت عايزه برضو تجيبي مربى احشي بالمربى، بس انا بحب احشيه بالشوكولاته. برضو عايزه تجيب الشوكولاته اللي هي البندق اللي هي السايبه دي تحشي بيها، احشي بيها تبقى حلوه قوي. بس انا ما عنديش دلوقتي، انا عندي شوكولاته اللي هي الخام دي سيحتها وهحشي بيها، بتبقى جميله قوي قوي قوي. ما بحبش صراحه المربى. بعد كده انا هحشي كده، وبعد كده ايه هغطسها في الشوكولاته حاجات بسيطه كده. بعد كده ايه تحطيها في الجوز الهند. شوفي الفرماسيه، حابه تعملي فرماسيه اعمليه، حابه تشكلي بس كده بشوكولاته بس بيبقى حلو مش وحش. انا عن نفسي بحب الشوكولاته، مش بحب الفرماسي ومش بحب الكلام ده كله، بس انا عاملاه عشان الاطفال بيحبوا الالوان، وطبعا الحاجات دي كلها بتشدهم. شوفي انت بتحبي ايه واعمليه. انا هدني كده احشي كده شوكولاته، وهدني برضو كده ايه اغطس في الشوكولاته، وبعد كده احط في فرماسيه، وبعد كده في جوز الهند. وكمان عندي فرماسيه اللي هو البني الغامق ده بيبقى حلو قوي. هدني كده مستمر على طول. بصوا يا جماعه، بصوا دايب ازاي. فانا لو كنت حطيت الصفار بيض كله هيبقى دايب كمان عن كده، بس صراحة جميل قوي قوي ودايب، مش يعني مش ناشف، لا حلو قوي. زي ما انتوا شفتوا كده اتكسرت ازاي، يا دوبك بس بحطها في الشوكولاتة اتكسرت. فان شاء الله هيعجبكم. وبرضه لو انت حابة تعملي الفرماسي الوان زي ما انا عاملاها كده، بيبقى فيه الوان بس، وساعات بيبقى فيه الاسمر دوت. انت بتجيبي الالوان على البني ده وتقومي ايه مخلطاهم على بعض، بيدي منظر اللي انت شايفاه ده. ما بيجيش فيه ايه الفرماسيه اللي هو الاسمر ده، لا. فانت شكليه وشوفي التشكيله، وفي شوفي ايه انت حابه اعمليه. انا كده عملت في النص كده حته شوكولاته بتدي منظر حلو قوي. وحبيت برضو اعمله من غير برضو شوكولاته ويبقى حلو قوي. انت مش عايزه التكاليف دي كلها، حابه بس تعمليه كده من غير شوكولاته اعمليه، بس الحاجات دي كلها بتديها طعم يعني حلو، وكمان منظر حلو. فشوفي انت التشكيله اللي انت حبيت تشكلي بيها شكلي بيها. على بقى ما اشكل كده معاكم كده البيديفور بتاعنا. اللي حابب يعمل بالكوبايه انا هعرفكم كده تعملي بالكوبايه ازاي، وانا بشكل كده برضو قدامكم. جهزي كده ورقه وقلم معاكي كده. يلا معايا هنا 2 كوبايه دقيق، ومعايا هنا كوبايه زبده طريه. الزبده تكون طريه وعبيها بالكوبايه، مش تقطعيها مكعبات وتحطيها في قلب الكوبايه، لا كده هتطلع معانا بايظه العجينه بتاعتنا ومش هينفع. لازم تعبيها، لازم تعبي الكوبايه مليانه من اولها لاخرها من جوه كمان، يبقاش فيه فراغ. يبقى معانا هنا كوبايتين دقيق وكوبايه زبده طريه، ومعايا نص كوبايه سكر بودر، ومعايا كمان 2 صفار بيض. حابه تعملي واحده بيضه كامله وواحده صفار اعمليها برضو هتبقى حلوه قوي. ومعايا طبعا الفانيليا معانا لازم يكون سايله
عندك اللي هي البودر حطيها مش مشكله، بس الفانيليا السايله بتبقى حلوه قوي، ودي طعم حلو قوي للبيتي فور. نص كوبايه نشا، علشان النشا كده كمان هيخلي معانا البيتي فور ناعم جدا وحلو قوي. 3 معالق لبن ورشه ملح. هتقولي لا ده النشا هيبوظ لي البيتي فور، هيخليه ناشف. لا بالعكس، النشا في البيتي فور بالذات بيخليه ناعم قوي، حلو قوي قوي. زي ما قلت لك ادي الكوبايات اهي، زي ما قلت لك اكتبيها في ورقه. بس الاحسن انا بنصحك يبقى عندك ميزان. الميزان دلوقتي هو مش غالي، انا جايباه ب60 جنيه دلوقتي، ممكن هتلاقيه ب100 جنيه. لما تجيبي ميزان ب100 جنيه هتلاقي معاكي كل الوصفات ناجحه معاكي، عشان انت بتوزني وكل حاجه بالجرام. فانت لو ما عندكيش الميزان خلاص، انا قلت لك اهو بالكوبايه اعمليها ان شاء الله هتبقى حلوه، مش هيبقى وحش ان شاء الله. حبيتي تعملي برضو بالجرام زي ما قلت لك وما عندكيش ميزان، خلاص اي عطار بتوزني عنده الدقيق خليه يوزن لك الحاجات دي، او اشتري الحاجات دي كلها وانزلي اي حد جنبك كده عنده ميزان قولي له يوزن لي من كل حاجه زي ما قلت لك بالجرامات كده، وهتبقى سهله عليكي. خلاص كده بقى، خلاص كده انا بحط كده الشوكولاته زي ما قلت لكم. حبيتي تعملي كده من غير شوكولاته، يعني تحشي بس شوكولاته من جوه ومن بره ساده، بيبقى حلو قوي مش وحش. حبيت تعملي حبه كده وحبه كده، شكلي لازم تشكلي. فانا هعمل كده الحبه دول قدامكم، وانا هقعد بقى ايه انا واولادي ونعملهم، ولازم تشاركي اطفالك كده علشان بيبقوا فرحانين قوي. صراحه هي فرحه، شاركيهم كده عشان يفرحوا برضو، ولما بيعملوا الحاجات دي كلها بايدهم بيبقوا فرحانين وبيحبوا ياكلوا الحاجات دي. فشاركيهم واقعدي كده اعملي حاجه كده بتبقى فرحه. زيني بقى الشكل اللي انت حباه، وشوفوا هم عايزين ايه، هم يشكلوا براحتهم. شوفي كده ادي الشكل هو اللي انا عملته معاكم. هخلص كل الكميه وهرجع لك تاني. خلاص كده خلصت كل الكميه وحشيت كده الشوكولاته وعملت الفرماسيه. خلصنا كده كل الكميه، بس اتبقى معايا حبه كده ما شكلتهمش. ادي كده الشوكولاته، انا عن نفسي بحب الشوكولاته كده، ما بحبش الفرماسيه، ما بحبش الكلام ده كله. بس انا زي ما قلت لكم انا عامله كده الاطفال بيموتوا في حاجه اسمها فرماسيه، ويموتوا الحاجات دي كلها بيحبوها جدا، بيعشقوا حاجه زي كده. فانا عملت لهم حبه كده وعملت حبه بشوكولاته كده. خلاص كده خلصنا كده الكميه اهوت. وادي فرماسي الالوان زي ما قلت لك، شكليه كده مع بعض يدي الوان كده في بعض كده شكله حلو قوي قوي. اهم حاجه بالراحه كده وانت بتعملي البيتي فور. بصي حلاوتي في الصيف حطيه في التلاجة، لو احنا في الشتاء خليه بعلبه بره. بس اهم حاجه حطيه في علبه، زي ما قلت لك اهو بقى حبه من غير شوكولاته عشان الشوكولاته خلصت. وادي برضو اتبقى حبه كده من غير شوكولاته، انا عشان انا كنت جايبه ربع كيلو، فكويس ان هو حشالي الشوكولاته من جوه ومن بره كمان. فانت بقى حبيتي تزودي شوكولاته اعمليه، بس كده ممكن هيتاكل كده حلو وكده حلو ومزين برضو حلو، فعادي. وبعد كده معبيته في اطباق. بصي الكميه قد ايه، كيلو وربع طلع لي كميه بيدفور قد ايه. غير بقى كمان بقى لما اولادك كده قاعدين بيزينوا طبعا بياكلوا، فالف هنا وشفا ليهم. فلو هم ما كانوش كلوا من البيديفور كان هيطلع لي طبق من هو التاني ده كمان، يبقى كيلو وربع دقيق والكيلو الزبده والباقي المكونات طلعوا لي كميه قد ايه. فلما نعمله في البيت بيبقى اوفر، ولو احنا اشتريناه من بره بيبقى غالي جدا وعمره بيطلع زي بتاع البيت طبعا. فعشان كده بقولك اعملي كل حاجة في البيت ان شاء الله هتطلعيها احسن من بره كمان. وادي الشوكولاتة هو زي ما قلت لك انا عاملة الكمية ديت بشوكولاتة كده، وعاملة الكمية التانية برضو ايه فارماسي زي ما قلت لكم، انا عن نفسي بحب الشوكولاتة كده. وادي السادة معايا اهوت محشي بس من جوه شوكولاتة، ومفيش شوكولاتة عادي هيتاكل كده وهو طعمه حلو قوي كده كمان. لو انت مش حابة تزينيه بالشوكولاتة والكلام ده كله براحتك، كده حلو برضو وطعمه حلو قوي قوي. لو احنا بقى اشترينا كل الكمية دي كلها من بره طبعا هيبقى اغلى من كده. وعارفة البيديفور دلوقتي غلي والحاجة كلها رفعت اصلا. هو فعلا الزبدة دلوقتي القالب الزبدة انا جايباه ب75 جنيه، بس ماشي. انا لو انا جبت الحاجات دي كلها من بره هتبقى اغلى من كده. والدقيق كمان، دقيق اللي هو بتاعنا اللي احنا بنشتريه من بره
غالي، بس برضو لو انت حسبت كل التكاليف دي كلها مش هيبقى ايه غالي زي بتاع بره برضو. وادي دايب معانا ازاي، دايب خالص 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 ازاي. فان شاء الله هيعجبك واعملي نفس الطريقه كده، وان شاء الله هيرمي معاكي. بس اهم حاجه تجيبي اللي هو بتاع الفيديفور، اللي هو القمع الفيديفور. قولي له كده انا عايزه القمع اللي هو بتاع الفيديفور، علشان لو عملتي باللي هو الكريم شانتيه هيدي معاكي تخانه قوي، يعني الفيديفوريه تبقى تخينه قوي مش حلوه. وكمان مش هترمي معاكي بيدي فور. لكن بتاع اللي هو القمع بتاع البيدي فور بيبقى رفيع خالص وبيبقى حلو عشان تحطي طبقتين مع بعض، بيديك الكمية دي كلها. فبلاش تشتروا بقى اي بيدي فور تاني من بره ولا اي حاجة. لو عجبك بقى البيدي فور بتاعي كده، اللي ما اشتركيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وفعلي زر الكل عشان يوصلك اي اشعار يجيلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا. سلام.